الأشكال التكوينية للهرم أثبتت براعة المصري القديم في علم الرياضيات، وأن الأهرامات بنيت على إعجاز علمي. فالأشكال التكوينية للهرم أثبتت أن المصري القديم وصل للنسبة التقريبية طه اللي هي 3.14% التي لا تحل أي معادلة في العصر الحديث لأينشتاين أو كيبلر أو بوهر أو يونغ بدون هذه النسبة التقريبية. فلو قسمنا ارتفاع الهرم على محيطه تطلع 3.14%، ارتفاع غرفة الملك على محيطها 3.14%، ارتفاع التابوت على محيطه 3.14%. كيف عرف هذه النسبة التقريبية؟ لدرجة أن في سوارس عالم الرياضيات جاء تعلم الرياضيات من المصريين وقعد في مصر 22 سنة. الممرات والغرف الداخلية للهرم مصقولة مثل المراية بطريقة لا يمكن أن تكون قطعا يدويا وإنما قطع ليزر بطريقة أدهشت علماء الغرب، لدرجة أنه جاء أحدهم إلى مصر وهو كريستوفر دان ودخل المتحف المصري ونام داخل التابوت وأغلقت الأنوار، وجاءوا بكشاف ضخم مستحيل شعاع نور يدخل ما بين التابوت وما بين الغطاء. ده دليل ان هو لم يكن قطعا يدويا وانما قطع ليزر، وده يثبت ان المصريين توصلوا الى نوع من الطاقه يسمى البيزو الكتريك افكت. هذا النوع من الطاقه يستخدم حاليا في تفتيت حصوات الكلى، كانوا يستخدمه المصريين القدماء لقطع الجرانيت وتلميعه. ولكن كيف توصلوا لهذا النوع